السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوف معكم مورقات بالدجاج والسبانخ لي زيبينار. انا بالنسبه لاباط فايتي فايت ليا شفتها معكم في الشوسون ديال التفاح. غادي نحتاجو 334 غرام ديال الدقيق، غنحتاجو كاس عنبه ديال الماء، غنحتاجو ملعقه كبيره ديال الزيت، ملعقه صغيره ديال الخل، ملح، وعندنا زبده ديال التوريق. انا استعملت هاد الماركه، هي 250 غرام فيها. ونبداو على بركه الله. في البدايه غادي نبداو غادي نديرو نضيفو الملح على الدقيق، غادي نضيفو ملعقه ديال الخل، نضيفو الزيت، ومن بعد غادي نضيفو الماء. العجينه ديال لاباط فيتي حتى هي ما خصهاش تعجن، بحال لاباط بغيزي. غادي فقط نجمعوها باش نعملو الزبده وسط منها. دابا من بعد ما جمعناها غادي نوضعوها شويه في باسي غذائي، نخليوها ترتاح واحد شويه على ما نقطعوا الزبده. ومن بعد غادي نتلاقاو باش نوضعوا الزبده وسط منها، نبداو التوريق. دابا من بعد ما ارتاحت لينا العجين واحد 10 دقائق غادي نجبدوها. غادي نقسموا العجين ضربعه، ماشي حتى الحد. من بعد غادي نسرحوا الاطراف. بالنسبه للوسط غادي نخليوه شويه غليظ باش ما تخرجش لينا الزبده. دابا من بعد ما سرحناها غادي نجيبو الزبده وغادي نوضعوها في الوسط. وغادي نجمعوا عليها تنديروها بحال شكل مسمنه. غنخليوها غير واحد 5 دقائق تطلق لينا شويه، ومن بعد غندوزو للتورق. نرشو الدقيق، غادي ديروا ضغطات خفيفه على العجين، ونمشيو بشكل طولي حتى نمدوا العجين من بعد باش نطويو. دابا من بعد ما سرحناها بشكل طولي وشويه بالعرض هكا غادي نطويو. هذا هو هنا نثبتوا هاد الاطراف، ومن بعد غادي نطويو الجهه الثانيه. دابا من بعد ما درنا اول طيه غادي نمشيو تاني في هاد الاتجاه فين كاين طيات، غنعاودو تاني نسرحو. حنا كنسرحو، حنا كنوضعو شويه ديال الطحين غير شويه، بعد الا بان لينا بانه كاين كثير كنمسحوه كنسوسوه.
دابا من بعد ما سرحناها غادي نديرو الطيه الثانيه. من بعد هاد الطيه غادي نوضعوها في بلاستيك غذائي، غادي نخليوها ترتاح. يعني هنا عندنا جوج طيات، غادي جوج طيات نعم، غادي نخليوها ترتاح واحد نص ساعه، ضروري من انها ترتاح نص ساعه، ومن بعد نتلاقاو تاني باش نديرو الطيتين الرابعه والسادسه. دابا من بعد ما بردت لينا العجين، جلست نص ساعه فاكثر، غادي ندوزو تاني باش نديرو الطيتين الثانيتين. دابا غادي نديرو الطيه الثالثه ومن بعد الرابعه ونرجعها تاني ترتاح. هذه هي الطيه الرابعه. غادي نوضعوها في الثلاجه ترتاح ثاني، غنديروا جوج أربعة ترتاح واحد نص ساعه ثاني واكثر، ومن بعد نتلاقاو باش نديرو طيتين ديال القولين. دابا من بعد ما دازت نص ساعه على لاباط، غادي نعاودو ثاني نسرحوها ثاني المره الخامسه والسادسه. دابا سرحنا المره الخامسه، غادي نطويوها. دابا هذه الطيه الخامسه، غنعاود ثاني نسرحوها باش نديرو الطيه السادسه. دابا ملي سرحناها مزيان هكا، غادي نطويوها اخر طيه اللي هي الطيه السادسه. دابا غتكون عندنا لاباط فيتي جاهزه، غادي ندوزو للحشو. بالنسبه للحشو انا استعملت هنا البصل، قطع صغيره ديال الدجاج وسبانخ لي زيبينار وقطع ديال الجبن. بالنسبه للحشو ممكن ديروا اللي بغيتو، ممكن تزيدوا على هذا الشيء، ممكن تزيدوا صوص بيشاميل، ممكن تزيدوا الفلافل، المهم نتوما واللي بغيتو. نتلاقاو بعد. في الطنجره غادي نوضعوا زيت زيتون، غنضيفوا شويه ديال الزبده، من بعد غادي نضيفوا البصل، نضيفوا الملح، غنتسناو على البصله على ما تهبط باش نضيفوا ليها لي زيبينار.
هنا من بعد ما طاب لينا تحمرت لينا البصله غادي نضيفوا ليها الدجاج. غنحكوا عليها واحد الفص ديال الثوم. دابا من بعد ما ضفنا الثوم وشحرنا الدجاج غادي نضيفوا ليه ورق السبانخ. غادي نضيفوا شويه البزار، غنخليهم حتى يهبطوا تما، ومن بعد غادي نضيفوا الجبن وندوزو للتمر. من بعد ما هبطوا لنا السبانخ غادي نضيفوا اوراق تاع شرائح تاع الجبن، غادي يكونوا نطفيو النار. غنقطعو عليهم باش يذوبوا شويه ولا نحركوهم. دابا من بعد ما برد لينا الحشو وجبنا العجين غادي دابا نبداو نعمرو ونسرحوا بعدا العجين في الاول. دابا من بعد ما سرحنا العجين غادي نقطعو على شكل مربعات. بالنسبه للسمك حنا خليناه شويه متوسط شويه، ما رقيناهش بزاف. نقادو هاد المربع الكبير بالنسبه لهاد البقايا تاع لاباط. هادشي اللي كيبقى لينا غادي نحطو غير بحال هكا، يعني ما كنعجنوش، كنحطو بحال هكا ومن بعد كنجمعو وكنحطو عليه وكنسرحوه. المهم غادي نقطعو على شكل مربعات. ممكن ديروا على شكل شوسو، على شكل دوائر. دابا من بعد ما قطعناهم مربعات غادي نبداو نوضعوه في الحشو. وغادي نسدو بهذا الشكل، غنسدو هكا ونسدو هكا، غنثبتو الجوانب بهذا الشكل، نثبتو نقرصوه مزيان باش هكاك الا طابو ما يدخلش الحشو. من بعد غندهنوهم وغادي ندخلوهم للفرن. بالنسبه للفرن خاصو يكون ساخن مزيان على اعلى درجه، ونوضعوهم في الفرن ونقصوا الحراره، نخليهم في الاول في درجه حراره عاليه على ما ينتفخوا، ومن بعد كنقصوا الحراره نزلوها حتى ل 150 باش هكاك لاباط طيب مزيان، باش ما تبقاش معجنه من الداخل. نقصوا حتى ل 150 ولا على حساب كل وحده والفرن ديالها، ونخليهم يطيبوا بشويه بشويه ومن بعد نتلاقاو. دابا من بعد ما ساليناهم كاملين غادي ناخذ وصف البيض، غنزيدوا ليه قطرات ديال الخل، وغادي ندهنوهم. بعد غادي نرشوهم بالبافو اولا بلي بغينا.
والى الفرن. من بعد ما طابوا المورقات ديالنا كاين اللي تحلوا بهذا الشكل، كاين اللي بقاو مسدودين لانه كاين اللي انا ما سديتهمش مزيان. كنزينوهم بالفرماج، من بعد كنخليوهم حتى كنبغيو نتناولوهم، نسخنوا الفرن ونوضعوه نطفيو الفرن، من بعد نسخنوه ونوضعوهم فقط يذوب عليهم الفرماج ونتناولوهم. شكرا لكم.